وانا عند الجزار لقيت العكاوي الخطيرة دي، وطبعا انا بضعف جدا قدام العكاوي. بصوا شكلها حلو ازاي. هي حجمها صغنن صحيح، بس قلت النهاردة هعمل بيها طاجن، ومش اي طاجن، هنحط عليه شوية اضافات تحفة. تعالى اقول لكم هنعمل ايه. دلوقتي هجيب حلة وهحط معلقة كبيرة سمنة بلدي، وهستنى السمنة بتاعتي تسيح خالص. وبعد كده نجيب العكاوي بتاعتنا وننزلها، ولازم نسمع الصوت ده. وهسيب العكاوي بتاعتي لغايه لما تاخد لون. في الخطوه دي هحط ورق اللورا والحبهان، وهحط جزرايه ورشه فلفل اسود. وهسيب العكاوي لغايه لما تاخد لون. شايفين شكل العكاوي بتاعتنا اخدت لون حلو؟ بصوا، هو ده اللون اللي انا عايزه اوصل له. ومعايا هنا حوالي 5 بصلات كبار، قطعوهم بقى جوليان زي قطعوهم صغير براحتكم. هحطهم. طبعا العكاوي يعني بصل كتير. وندي بقى تقليبه حلوه لكل الكلام ده. وانا هحط رشه ملح ورشه فلفل اسود، وهنفضل نقلب في العكاوي والبصل لغايه لما البصل بتاعنا يدوب خالص وارجع لكم. شايفين شكل البصل لما دبل بيعمل ازاي؟ انا عايزه اوصل للمرحله دي، هتاخد معايا شويه وقت بس هتبقى خطيره. وبعد كده معايا هنا معلقه صغيره هريسه شطه او توم براحتكم، انا بس عايزه ادي تيست توم كده، لكن انتوا لو ما بتحبوش تيست التوم في الطاجن مفيش مشكله، تقدروا تستغنوا عنه. وايه، ندي تقليبه كده حلوه، واستنى لغايه لما ريحه الهريسه او ريحه التوم تطلع، يعني حوالي دقيقتين كده. وبعد كده هحط طماطميتين متقطعين مكعبات، وندي تقليبه حلوه. انا ما بحبش ازود الطماطم، انتوا لو عايزين تزودوا طماطم اكتر من كده براحتكم، بس انا ما بحبش لونها تبقى احمر قوي. ومعايا هنا قرنين فلفل سبايسي وقرن فلفل رومي، وهديها تقليبه حلوه كده، ونسيبها 5 دقايق، وبعد كده نبدا نزود لها الميه. ودلوقتي هنحط رشه جوز الطيب، ومعلقه صغيره بابريكا. بس انا مش هحط توابل تاني، ملح وفلفل وبابريكا وجوز الطيب، اكتر من كده هي ما بتحتاجش. مش عايزه اقول لكم الريحه قد ايه حلوه. وبعد كده نجيب ميه مغليه، يعني كوبايه لكوبايتين ميه بالشكل ده، ونديها تقليبه. نسيبها بقى على نار هاديه، وكل ما تحتاج ميه نزود لها لغايه لما العكاوي بتاعتنا تبقى 3/4 سوا. ده شكل العكاوي بتاعتنا بعد ما خلاص بقيت 3/4 سوا. شايفين البصله يعني دابت ذوبان رهيب. بصوا شكلها تحفه. دلوقتي بقى هنطفي النار، ويلا بقى نجهز الطاجن. دلوقتي بقى هجيب الطاجن بتاعي وندهنه بقى دهنه حلوه سمنه. وبعد كده هجيب شرايح بصل على كام شريحه طماطم، ونرصهم كده في قلب الطاجن احتياطي، بس عشان خاطر انا مش عايزه العكاوي بتاعتي تتلسع. وبعد كده نجيب العكاوي بتاعتنا الحلوه دي ونبدا نرصها. وبعد كده نجيب شويه صوص خطير كده، ونروح مغرقين كل ده. انا عشان عامله ورق عنب كتير فايه هقسمهم على طاجنين، ودول بقى هسيبهم للطاجن التاني. شايفين الورق العنب الخطير اللي انا عاملاه؟ طبعا عايزين وصفه الورق العنب هسيب لكم لينك الرابط تحت في صندوق الوصف. وبعد كده نبدا بقى ايه، بصوا نبدا بقى نرص ورق العنب ونسكنه في كل حته. هنعمل طاجن النهارده عظمه. بصوا نبدا بقى ايه نرص. بصوا انا مش عايزه حته ما تبقاش فيها ورق عنب. وللبنات الجديده اللي ما تعرفش تعمل ورق عنب هسيب لكم الرابط بتاع ورق العنب ازاي تعملوه من بدايته لنهايته. بصوا يعني ايه، هنرصه رصه تمام. بعد ما رصيت الطاجنين هنبدا بقى نحط ليمون بالشكل ده،
دلوقتي بقى هنجهز الصوص اللي احنا هنسقي بيه ورق العنب. انا طبعا خليت شويه بصل موجودين في الحله بتاعتي، وهجيب حوالي كوبايتين ميه مغليين طبعا بالشكل ده، نديهم تقليبه. بصوا يعني ايه، انا عايز اخد كل نكهه البصل وكل نكهه العكاوي في الشوربه دي اللي انا هسقي بيها ورق العنب. هدوق كده واشوف محتاجه ايه. فهحط رشه ملح حلوه كده، رشه فلفل اسود، وندي تقليبه كده. وبعد كده نعصر عصير ليمونه، ونجيب معلقه دبس رمان، ما عندكمش تقدروا تستغنوا عنها، معلقه صغيره، وندي تقليبه للكلام ده كله، وندوق ونشوف محتاجين ملح تاني ولا محتاجين ليمون تاني. يعني ايه، انتوا تظبطوا الطعم على حسب ما انتوا بتحبوا. احلى مرقه نسقي بيها ورق العنب بالعكاوي. وبعد كده نجيب الطاجن بتاعنا ونبدا نسقيه بالشكل ده. ده فيه كل بهاريس العكاوي، والطريقه دي مش هتلاقوها ابدا على النت خالص، لان دي طريقه نرمين المعتمده. بصوا، وانا برضو ما بملهاش ميه، بصوا يا دوبك يكون بيتحرك بالشكل ده اهو. اخر واحده بس كده. شايفين كميه الشوربه او المرقه اللي فيها قد ايه؟ يا دوبك مغطيه ورق العنب، مش اكتر من كده. هي كده ممتازه جدا بالنسبه لي. نجيب بقى الطاجن التاني وبرده نسقيه بنفس الطريقه، بس نتاكد ان هي ايه، لازم ايه نديها ايه هزه كده عشان نطمن ان المرقه دخلت في كل حته. بس نزود بس كده. وانا هاجي من الوش كده وهحط ايه، حته سمنه صغنطوطه ايه تلمع لي الدنيا وتظبط لي الطعم اكتر. بالنسبه للبايركس فهو ليه غطا، فانا مش هغطيه، ده محكم جدا فهيدخل الفرن بالشكل ده. بالنسبه للطاجن هنجيب بقى ورق زبده، وبعد كده ورق ألمونيوم، وهنقفله كويس جدا. ودلوقتي بقى هروح ادخلهم الفرن على درجه حراره 180. في البدايه هحطهم اول ربع ساعه على الرف الاخير في الفرن علشان يسخنوا بسرعه، وبعد كده هنحطهم في الرف اللي في النص. هياخدوا معانا من ساعه لساعه ونص، مش اقل من كده على حسب الفرن بتاعتك. فهروح دلوقتي اسويهم وارجع لكم تاني. الحلويات بتاعتنا خرجت من الفرن. تعالوا نفتح بقى كده على الطاجن بتاعنا. طبعا احنا خدنا صابع كده عشان نشوف استوى ولا لسه. الريحه رهيبه، اخد معايا في الفرن ساعه ونص بالظبط. نقلب بقى الطاجن بتاعنا. مش هتشيلي بايديكي ها؟ مش هشيل اكيد، سخن جدا. ايوه ايوه، عشان احسك ان انت ممكن تعمليها والله. خلي بالك عشان لو في ميه. لا مفيش ميه. تقيل قوي. ما بيفرقش معاكي سخونه انت. سخن جدا. البسي البتاع، البسي الجلافز. مش عارف انا انت مالك النهارده، محساه ان ايدك مدرعه. الله، يا لهوي واو، يا لهوي. شايفين الحلويات؟ شغل فاخر من الاخر. بصوا يا عماد ما تجيب كلوز من هناك. مش عايزه اقول لكم شكله وريحته خطير خطير خطير. انا عايزه اقول لكم عماد واقف لي بالشوكه. هشيل بس البصل ده عشان شكل العكاوي بتاعتنا يبان. شايفين الانهيار؟ هي بتنهار وانا بنهار انا وعماد. انا مستنيك تخلصي وانا هبدا ادوق. دوق يا عم ده. ماشي اهو. بصوا العكاوي رهيبه، بصوا مستويه ودايبه دوب. هي ما تتاكلش غير كده يا جماعه، حته عكاوي حته ورق عنب. شكلها تحفه يا نرمين.
انا متوقعتش ان هي تطلع حلوه قوي كده. انا دايما بحب الكوارع بورق العنب، لكن عكاوي كانت جديده عليا صراحه، خطيره. ايه رايك يا عمده؟ تحفه تحفه. ورق العنب، بصوا عايزه اوريكم الرزايه مفلفله ازاي من جوه. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ لا هو بصراحه جميل يا نرمين، تسلم ايدك، عجبني قوي على فكره منك. جربوا الوصفه دي ومش هتندموا ابدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا معايا في القناه لو لسه ما اشتركتوش، وما تنسوش تتابعوني على الفيسبوك والتيك توك باسم نرمين صبري. وكل سنه وانتم طيبين، مع السلامه.